السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ طبعا اليوم رجعت وياكم فيديو جديد، واليوم ان شاء الله فيديو مختلف، واليوم حلقه ثانيه من تجربه اجتماعيه. ذيك مره مثل ما تتذكروا سويت لكم تجربه اجتماعيه ما اوقف سياره، واليوم راح اسوي تجربه اجتماعيه، بس اليوم محرجه. يعني الواحد اذا مثلا انت هسه ما تقدر تكمل المقطع ترى اطلع من هسه، لان فيديو محرج كلش، وان شاء الله يعجبكم. يلا خلينا نبدا. راح اسالك سؤال محرج وانت تجاوب عليه بسرعه. انت جاوب لا وحيد، جاوب لا تستحي. زين شنو ليش ما شاهد؟ ما اشوف فيها مثلا. يعني حياتك ما شاهدت حياتك فيها ما لا شاهدت مرات. يكون جماعة لا يعني على الواتساب يدزون فقط. ادري يعني قبل ايش قد تقريبا؟ يعني يوميا ما يدزون بالواتساب. يعني كم يقول شاهد؟ يعني السؤال هو بس اريدك تجاوبني بقصة. شاهد؟ كم كان في زين شنو هي نصيحتك للمشاهد؟ ما حاولت انت بعد ما تشاهد؟ نصيحتي اللي يشاهدون خير يكثرون بالمشاهده لان هذا شيء حلو. زين انت ما حاولت بعد ما تشاهد؟ لا بالعكس بعد تكرار الجديد كثير. يعني كان رحيم؟ جاوب كان رحيم؟ زين شنو نصيحتك للمشاهد؟ انت ما عندك شابح شوف انا. انت شو قد ما تشوف انا؟ خلنا نلعب. لا كان يسأل اسئله عن الافلام، فنريد نبذتك عنه، يعني شنو رايك ان شاء الله؟ اسئله عنه، رايك عنه؟ والله الضاحية أكيد هو شيء مضر وإضرار. الممارسة تختلف ما بين الإباحية وما بين إذا كان يريد الزواج، هذا راح يأثر على تعامله مع الزوجة والعلاقة. هاي إذا نريد ناخذها من باب قضية علاقة رجل مع امرأة. أما هي إذا تاخذها من منظور ديني فأكيد هي تدخل من باب الحرمة عدم الجواز. بها عدة سلبيات، منها مثل ما وضح الاستاذ انه العلاقه بين الرجل والمراه، من راح يتزوج هو جاي شاهد افلام اباحيه، راح يشوف المواضيع اللي جاي تتفق بالافلام الاباحيه، ايضا الاجسام. هاي الشركات اللي جاي تشتغل افلام اباحيه مختاره من افضل الاجسام الموجوده في العالم، يعني تختار بامتياز، مثلا خصر هالقد، طول هالقد، يعني عندهم قياسات، فهم راح يجي يمارس يسوي زوجته، فراح يشوف اختلاف كبير، وهذا شو راح يؤدي الى تخيل للافلام الاباحيه اثناء ممارسه الجنس مع الزوجه، وهذا راح ياثر عليه بتاثير سلبي ويأثر حتى على الاطفال. أصعب شيء عند الإنسان هي الخلوة من يقعد بينه وبين روحه. الأفلام الإباحية قبل لا تكون هجمة هي فد شيء تجاري، والقرار إلك بالمرة الجاية من تختلي بروحك. شباب هسه وصلنا لنهاية المقطع، واتمنى عجبكم، ولا تنسون اللايك والاشتراك. ونصيحة يعني هسه مثل ما شفتوا هاي الناس، يعني واحد قال ابا واحد ما ابا، فهسه انا شريتكم كتبوا لي بالتعليقات تشاهد افلام اباحية وما تشاهد. ومع السلامة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة. مع السلامة. One and only Skinny.